يا صباح الاستمورنينج القمر. لو انت بتدي مجهود كتير قوي مش متشاف، سواء في علاقه، سواء في شغل، سواء في اي مكان في حياتك، اعرف ان انت بتعمل حاجه من اتنين: اما انك انت بتدي في المكان الغلط، او انت بتدي بالطريقه الغلط. لو انت بتدي بالطريقه الغلط، ابدا شوف ناتج افعالك او ناتج عطائك. ايه المعطيات اللي انت بتديها للموقف مش هي دي اللي هو عايزها. مثلا لو انت في علاقه، اسال شريك حياتك: انا بديك كتير بس مش لاقي تقدير للعطاء اللي انا بديه. طب هو انا بدي بالطريقه الغلط؟ انت ده مش عاجبك؟ في حاجه تانية انت بتحبها اكتر او انت عايزها مني اكتر؟ لو انت مثلا في شغل، ابدا شوف سياسه شغلك ماشيه مع سياسه المكان. هل انت بتدي الشغل بالطريقه الصح؟ هل انت بتراعي ضميرك بالشكل المظبوط والصح؟ لو انت بتدي بالطريقه الصح وعامل كل حاجه عليك بس حاسس ان المجهود ده برده ما زال مش متقدر، اعرف كده ان انت في المكان الغلط، سواء بقى انت في علاقه مع الشخص الغلط او سواء انت في مكان شغل غلط. فان مهم قوي 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 المجهود اللي انت بتديه تشوف الناتج بتاعه على ارض الواقع. لو مفيش نتائج ومفيش تقدير ومش متشاف اصلا، هتشوف نفسك، راجع نفسك تاني: هل انا بدي بالطريقه الصح؟ هل انا بدي في المكان الصح؟ وبعد ما تجاوب على السؤالين دول، هتعرف تدي المجهود بعد كده للي يستحقوه، او هتعرف تديه في المكان الصح. وبس كده، شكرا.